السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخوات، تحييكم الله سبحانه وتعالى. هذا الفيديو هذا خصيصا ردا على السؤال. قال لك وكل يدعي بأنهم من أهل السنة، كل يدعي بأنهم من أهل السنة والجماعة. التيجانيين يقولوا من أهل السنة، الكركريين يقولوا من أهل السنة، الأشاعرة يقولون نحن من أهل السنة، الجهمية يقولون نحن من أهل السنة، الماتريدية يقول نحن من أهل السنة، الإباضية يقولون نحن من أهل السنة، السمانية يقولون نحن من أهل السنة، المناذرة يقولون نحن من أهل السنة، الزيدية يقول نحن من أهل السنة، الشيعة يقول نحن من أهل السنة، الدرقويين يقول نحن من أهل السنة، الكركريين يقول نحن من أهل السنة، السلفيين يقول نحن من أهل السنة، إخوان المسلمين يقول نحن من أهل السنة. المهم كل يدعي من أهل السنة، ولكن ليسوا من أهل السنة في شيء كلهم، إنما الفرقة الواحدة التي تكون من أهل السنة. ما هي هذه الفرقة التي تكون من أهل السنة والجماعة؟ الفرقة التي تكون من أهل السنة والجماعة وهي السلف الصالح الذين يتبعون السلف. ما معنى السلف؟ الصحابة الكرام، الذين يتبعون الصحابة الكرام. أعوذ بالله من الجرس، أعوذ بالله من الجرس. التيجانيين إذا تزوج الإنسان، إذا رجل منهم تزوج الثيب مثلا، المرأة مطلقة وتزوج بها، شنو كيدير؟ كيديها عند الشيخ باش يبرك له فيها، كتبت معاه، كيمشي كيزوج، كيخسر رزقه. كيدي مثلا المطلقة، كانت مطلقة أرملة مثلا تزوج بها، كيديها عند الشيخ يبركها، كتدوز معها يومين أو 3 أيام، قال لك يبركها. هذا الكلام هذا كيعاود واحد كان معاهم والمرأة ديالو، قال لك المرأة ديالو اداها للشيخ، المرأة ديالو اداها إلى الشيخ. لماذا كيدي المرأة ديالو عند الشيخ؟ قال لك ليبركها، كيوضع فيها البركة، حتى كينعس معها الشيخ عاد كيديها هو للدار. إلا دا العازب مثلا، المرأة العازبة البكر دا مثلا المرأة الفتاة باقي عزبة، قال لك كيديها عند الشيخ حتى كيسرحها الشيخ عاد كيديها هو. لماذا؟ قال لك يبركها الشيخ، كيزرع فيها البركة.